السلام عليكم، معكم الشيف وليد، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جيتكم اليوم بهاد الوصفة اللي حبيت نشاركها معكم، طرطيلة جوز الهند. يجو بزاف خفاف للداخل، يجو جامخين كروستيهم من برا وطرايا من الداخل. شوفوا لي برك القوام ديالهم كيفاش يجي. صدقوني واحد البنة، نتوما ما تامنوش، تجي الكمية لاباس بها وما تاخدش الوقت. تمتم تقدروا ديروها. ما عليكم غير تبعوا معايا طريقة التحضير ومقادير الوصفة. أول حاجة نحكمو ريسيبيون واش نوضعو فيه 300 غرام ديال الفرينة، ولا تحبوا ديروا بالكاس ديروا 2 كيسان تاع فرينة. الكاس المستعمل اللي مدارين نديرو معاكم في لي فيديو تاع 220 مليلتر. نضيف فوقو 3 مغارف يكونوا كبار تاع سكر ناعم، رشة ديال الملح، مغرفة صغيرة تاع الفانيليا كيما قلت لاحظوا هنايا. سبقت في المواد الجافة هي الأولى. من بعد نضيف 150 غرام تاع زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. أنا كي نقول لكم زبدة صافي دير مارغارين، تحبوا ديروا زبدة تاع الصح تحبوا ديروا لا مارغارين. مي أنا توجور كي نقول لكم زبدة صافي راني نخدم بلا مارغارين هكذا باش يكون على بالكم، خاطر من داك نلقى بزاف لي كيسيون واش من الزبدة تخدم واش من الزبدة تخدم. أنا نقول زبدة في الفيديو، مي في الحقيقة ندير لا مارغارين ماشي زبدة. راحت برك عادة نقولوا زبدة ما نقولوش مارغارين، هذا ما كان. المهم المقادير بزاف بسيطة. أي واحد في البيت عنده فرينة، قرصة تاع الماء، شوية تاع لافاني، 150 غرام تاع لا مارغرين هكذا. حركتهم جيدا ولا نقولو بالعامية نصابليو جيدا هادوك المكونات. صابلي صافي دير تروحو تدخلو الزبدة مع الفرينة حتى تولي حبيبات كامل هكذا. بعدا طمو بحبة تاع بيض تكون كبيرة. أنا حبة تاع البيض تاعي كانت كبيرة، نضمت لي كامل لاباط. دوك نتوما إذا كان عندكم حبة تاع بيض تكون موين ولا صغيرة، تقدروا ديروا حبة بيض تكون موين ولا صغيرة، تزيدوا فوقها صفار بيضة هكذا باش تنطم لكم لاباط. من جهة أخرى حكمت لاباط تاعي كملت طميتها كامل. واش راني ندير هاد الجاست أو ملي بديت اليوتيوب أنا نقول لكم فيه، على بالي بلي تعلمتوه، راني ندير في الفخيزاج. هاد الفخيزاج حكمت لابوم تاع لامان تاعي مع البلون دو طرافاي نكرازيها جيدا، نديرها في كيس بلاستيكي نخليها ترتاح في الثلاجة على الأقل نصف ساعة هكذا. لازم تحكم روحها شوية. من جهة أخرى الحشو ديالنا بزاف ساهل. تحكمو ريسيبيون توضعو فيه 3 حبات تاع البيض، تضيفو فوقو مغرفة صغيرة تاع الفانيليا، وتضيفو فوقو 3 مغارف يكونو كبار تاع سكر عادي نورمال. ولا كان عندكم سكريغو تقدروا ديروا سكريغو، ولا ما كانش عندكم ديروا هذا السكر الأبيض كيما درت أنايا سي بون. دوك نحرك هذاك البيض مع لافاني وهداك السكر، نضيف عليهم نص كاس تاع زبدة تكون دايبة. تحبوا ديروا بالغرام ديروا 100 غرام ديال زبدة دائبة هكذا. بعدا نبدا نطب بنوات كوكو. نوات كوكو ديت 120 غرام تاع لا نوا د كوكو هكا باش يكون على بالكم. تقدروا تروحوا حتى ل 130 غرام تاع لا نوا د كوكو، تا ديبون جوز الهند تاعكم إذا مليح ولا يشرب بزاف ولا والو. أنا هذا مداري نستعملو، نشريه غير منو ما عندي نشري عليه لوازم الحلويات. دونك ديت منو 120 غرام هكذا. وبداو طمّوا. أنا رحيتو شوية هذا نوا د كوكو عفوا سمحولي، رحيتو شوية برك في الروبو باش يعاود يطلق شوية روحو، كان شوية خشن. رحيتو باش يولي لي شوية رقيق هكذا. دوك نتوما إذا ما كانش عندكم باش ترحيو في رحيوة تاع القهوة ما كان لا، إذا كان عندكم رحيوه شوية. خلطت لافارس تاعي هاذيك خليتها بجنب، رحت حكمت العجينة ديالي بعد ما روبوزات لي 30 دقيقة، جبتها من الثلاجة. حكمت هادوما لي مول تاع ميني طارتيلات، راكو ديجا شفتوهم معايا في القناة مداري نستعملكم بهم. هنايا نحكم نفاصوني الحبات تاوعي كامل. أنا درت 10 حبات صغار ودرت خبزة كبيرة، شغل طارت كبيرة مع 10 حبات صغار. دوك هادي العجينة 300 غرام تاع فرينة اللي هما 2 كيسان تاع فرينة، تخرج لكم كمية لاباس بها ديال هاد الحلوى. تقطع حاجة الأولى تقطع لكم كمية كبيرة، تقدروا تكون عندكم كاش مناسبة ولا تدوهم في يدكم ولا غير حاجة مليحة بريزونطابل، وتانيك ما تشدش اليد. شغل تمتم هاكو ديرو. ولا درتو لي طارتيلات صغار يخرجوا لكم 35 حبة. صافي راكو حاجة هاكو ديتو حاجة مليحة. الطبسي يجي معمر راكو شايفين كيفاش. المهم هنايا درت في المول ديالي هاديك لاباط كيما راكو تلاحظوا. هنايا نفاصونيها كامل كيما شفتو معايا في ليك مقدرين تشوفو في رمضان. الطوابل اللي كنت نديرهم لكم في رمضان ديجا درت لكم لي طارتيلات و لي كيش في هاد المول. دوك مقدرين تشوفوهم معايا كيفاش نفاصوني. دوك فاصوني ماشي رقيقة بزاف ماشي خشينة. نبيكيها بلا فورشات كيما راكو تلاحظوا هكذايا. نبيكيها بلا فورشات باش ما تنفخليش بزاف. واش راح نحكم كونفيتور تاع لي ابريكو، كونفيتور تاع مجماش، نديرو كامل في الفون ديالي هكذايا. هذا ما كان.
دوك هنايا كملاحظة صغيرة مع هداك جوز الهند تقدروا ديروا مبشور حبة ليمون، تقدروا ديروا زاز دو سيترون فوقو حتى يعطي لكم ان طري بون غو، يجي ميم كي تكون طيب تعطي لكم ريحة بزاف شابة. أنا القارص ما لحيتش نسيتو ديجا ما نكدبش عليكم، نسيت بلي ندير القارص، يعني فكرتكم نتوما تحبوا ديروا مبشور الليمون زيدوا ديروا فوق لا نوا دو كوكو هادي هكذا. حكمت هداك المول ديالي إيطاليت هداك الكونفيتور كما راكم تلاحظوا، بعدا نحكم هاديك لافارس تاعي تاع نوا د كوكو نبدا ندير من الفوق هكذايا. شوفوا خدت هادي لافارس ما تنساوش بلي فيها البيض، معناتها راح تتنفخ في الفور، صافيك نتوما ديروا حسابكم بلي راح تنفخ لكم في الفور، ما تعمروهاش حتى الفوق كامل، خدت في الفور تتنفخ شويه تجي قيس قيس هكذايا. نبدا نعمر في ليمول ديالي مع الآخر، نعبّز غير بيدي هاكا شوية باش ما ياخدو فورم شابة، ميم كي يتنفخو ما يتنفخوش بجاه، شغل يتنفخو لنا تنفاخ واحد، ماشي جهة تجي منفخة وجهة تجي حابطة هكذا. دوك نعبّزهم بيدي كامل هكذا بنفس الطريقة، نكمّلهم وندخّلهم في فرن يكون مسخّن مسبقًا على 175 حتى ل180 درجة، شعّلت لهم غير من التحت برك، البلاطو تاعي درتو في الرف الوسطاني، خليتهم يطيبوا لي بين 20 دقيقة، هايداك نقولوا ربع ساعة 20 دقيقة، كل واحد والفور تاعو ان توليكا. نتوما عسوهم كي يبداو يحمروا لكم ليجيرمون من الفوقا، اعرفوا بلي طابوا لكم من التحت هكذا. شوفوا أنا ما شعلتلهمش كامل من الفوقا، كي شفتهم بداو يحمروا هكذا شوية نحيتهم، لقيتهم بلي طابوا سي بون. نحيتهم من المول تاعهم، خليتهم بردوا لي، لازم يبردوا لكم جيدًا باش تقدروا ديروا هاد العفسة راني ندير فيها هنايا. هنا لازم تتبعوني جيدًا، نبيها نقول لكم ما تسرعوش لا فيديو، توجور تبعوا الفيديو حتى الآخر، أعطوا له وقته الفيديو هكذايا باش ما تراطيو حتى معلومة. واش رحت درت أنايا حكمت شوية كونفيتير تاع المشماش هدايا مع مغرفة كبيرة تاع جلوكوز، خلطتهم جيدًا درتهم فوق النار، كي سخنوني نحيتهم خليتهم بردوا، كي بردت لي هاديا الطارتولات دهنتهم من الفوق هكذا باش تجيني لا بريونس. كنت ديجا درتها لكم في وصفة الكيك، قلت لكم باش الكيك تاعكم ما يدخلوش الهوا ويجي بريونت من الفوقة، يجي بريون عفوا من الفوقة كيما تصحاب المحلات، خلطوا الجلوكوز مع شوية مع شوية مربى ودهنوا الوجه الفوقاني تاعكم ورجعوا لي بالأخبار. هاهم ليك بعد ما بردوا لي، ما عليكم غير تجربوا الوصفة وتقولوا لي في لي كومونتير. هيا تهلاو ومع السلامة.